قول احساسك ما تكدبش، قول ما تكدبش. احساسي ساعتها والدنيا خربت. الشقه كانت بتولع، كل ده عشان انتي بحبك. اكيد رجلي مش هتتكسر المره دي. ان شاء الله. بص السؤال ده حلو قوي وقوي جدا. على فترة تجهيز البيت ايوه. واخدانا من بعض. مش واخدانا قوي يعني. هي سحلانة مش واخدانا. هتخطفني يعني، هتخطفني، مش هسيبك النهاردة. في رابط بيجمعنا بالناس اللي بنحبهم، المشكلة انه بمرور الوقت ممكن يضعف. رباط هدفه يرجع الرابط ده من تاني زي الأول وأقوى. حلقة جديدة ورابط جديد. ممكن أبدأ أنا أسأل. ماشي. يلا. حاجة مفيش غيري بس اللي يعرفها. حاجات كده بحكي لك، احاسيس جوايا ما بعرفش اقولها لحد غيرك بجد. يعني ساعات ببقى قلقانه وخايفه ومتوتره في حاجات معينه، انت الوحيد اللي عارف هي من ايه. حتى لما بنكون في مكان وحصل مثلا حاجه مشابهه ليها، فانا ببقى قلقانه وخايفه ومتوتره، انت من نظره عيني بتفهم ان انا خلاص يعني افتكرت الحاجه دي، او خلاص الحاجه دي قدامي. فانت ساعتها بتفضل تغلوش على الحوار وتعمل اي حاجه عشان تنسيني اللي انا فيه، وفعلا بتنجح في ده. الحمد لله. بص السؤال ده حلو قوي وقوي جدا. هل فتره تجهيز البيت واخدانا من بعض؟ مش واخدانا قوي يعني. هي واخدانا شوية. هي سحلانة مش واخدانا. بس في حاجات بتعوضنا عن ده، في حاجات بنشاركها سوا. فحاسس ان دي بتقربنا اكتر. واحنا بنختار واحنا مع اننا بنتخانق كل مرة، بس مش مهم. بنوصل لنتيجة في الاخر. آه، بس انا حاسس انه لا، يعني هي على قد ما هي واخدانا من بعض، بس هي قربتنا لبعض اكتر. وخلتنا نتقابل اكتر. وخلتنا نعرف تفاصيل عن بعض ما كناش نعرفها يعني. فحاسس انه لا، يعني هي مش واخدانا من بعض قد ما هي مثلا مقربانا من بعض اكتر. احكي لي عن علاقتك باهلي. ايه بيضايقك وايه بيبسطك؟ هم اهلك لذاذ قوي. يمكن فعلا الاول كان في خلافات كتيره، امم. بس الحمد لله يعني يمكن لو ما كانتش حصلت الخلافات دي اصلا احنا ما كناش وصلنا للنقطه دي سوا. يعني دايما كده يقول يعني لازم تحصل حاجات وحشه عشان تمروا بالحلو سوا. فكون ان احنا حصل الوحش وبنمر دلوقتي بالحلو، فالحمد لله يعني دي فضل ونعمه من ربنا بجد. والحمد لله يعني هم لذاذ وانا بحبهم جدا، وبجد بجد يعني هم سند ليك. فدي اكتر حاجه بسطاني بس. وانا بحبهم قوي بجد. الحمد لله. اسال. اسألي. احكي لي اسعد ذكرى لينا مع بعض. يوم الخطوبة امم. طبعا، ده بالنسبة لي كان أسعد يوم. أسعد يوم. آه، اه يوم تماما. الخطوبه. كان يوم حلو. كنا بنرتب له من بدري. كنا عاملين حساب كل حاجة. في حاجات حصلت غصب عننا، بس احنا الحمد لله مم. طلعنا بأقل خسائر. بس كان يوم حلو قوي. كان شكلنا حلو. وفرحة الناس اللي حوالينا كانت حلوة. كانت كل حاجة في اليوم حلوة. وقبل اليوم دوت كانت كل حاجة، كل الترتيبات بتاعتنا كانت حلوة، ان احنا قعدنا اسبوع او اكتر من اسبوع كنا عمالين بنرتب. ده غير ان احنا اصلا كل بنرتب يوم مع بعض اصلا ننزل. كل يوم. بس قبلها باسبوع كنا عمالين بنجري ويلا ونجيب ده وننزل كل شويه كل وننزل كل شويه. شوية. انا حاسس ان يعني احنا ما قعدناش في بيتنا اصلا ايوه قبلها الفترة دي. باسبوع. احنا قبلها بيوم كل داخلين يوم البيت متاخر كل يوم جدا. ننزل ورانا ايه ورانا ايه ورانا ايه، ونجيب دوت ونجيب ده. ف يعني دي كانت اسعد ذكرى في حياتي كلها. ايه اللي بيحسسك بالامان في علاقتنا؟ هل انت حاسه اساسا بالامان تجاه علاقتنا؟ اه حاسه طبعا بالامان ومطمنه. وجودك اصلا ده بيحسسني بالامان بجد. وجودك في اي مكان في اي حته، حتى لما بتيجي عندنا البيت انا والله العظيم مش بأفور، بس فعلا مش ببقى عايزاك تمشي عشان أنا ببقى حاسه ان انا مبسوطه. وفوق ان انا مبسوطه انا مطمنه، اللي هو ما فيش حاجه مثلا يعني شريره هتحصل وانت موجود. فاهم الفكره؟ فببقى مطمنه فمش عايزاك تمشي دايما يعني ما بتيجي عندنا. ويمكن الحوار ده هيتحل باذن الله لما نتجوز، ان هو خلاص بقى انا دايما هبقى معاك، فانا مش هقلق من حاجه، مش حاجه شريره هتحصل لي يعني. فاهمني؟ وطبعا مطمنه يعني، انت اصلا بتطمني طول ما احنا سوا. الحمد لله. الحمد لله. تسالي. بص دي لينا احنا الاتنين. ايه امم. اصعب لحظه عدت علينا من يوم ما اتقابلنا ولحد دلوقتي؟ هو كل اللحظات كانت صعبه. في قصدك لحظات ايه؟ كتير قوي صعبه. يوم وفاة مامتك كان يوم صعب قوي. آه، مش هنساه بتفاصيله كلها. آه،
لان الفتره دي كنا قربنا من بعض، وبالاخص يعني اتكلمت مع مامتي كتير قوي الفتره دي، فكانت بالنسبه لي صدمه. على قد ما التعب كان صعب وكان مبين كل حاجه، بس بالنسبه لي برضو كانت صدمه، اللي هو حاسس ان هو لسه لا، في حاجات كتير. وخصوصا ان انتي كنت قريبه منها قوي الفتره ديت وكنت معاها في كل حاجه، فده كان مصعب الموضوع اكتر. آه، كان اليوم كله ما يتنسيش يعني. افتكر ان دي كانت اصعب لحظة عدت عليها. حاجة نفسك تحصل بعد الجواز؟ هو اللي اكيد كده كده هيحصل ان انا هبقى دايما مطمنه، عشان انا طول الوقت ببقى خايفه يعني. اكيد هتحصل. وهتفضل موجوده على طول بقى، اللي هو فور ايفر بجد، مش هتنتهي خالص، ان اللي هو شاء هبقى الله. دايما مطمنه. مش هقلق، مش هخاف، مش مثلا، لا، اللي هو عارف لما انت تكون في البيت ولازم تقفل الباب قبل ما تنام وتعمل تشيك كده على كل حاجه، فمتعرفش تنام ولا تحط راسك على المخده غير اما تعمل كل ده. انا هبقى كده بس يعني معاك، يعني مش هبقى قلقانه من حاجه، هبقى مطمنه خلاص، مش خايفه من حاجه ومش خايفه من حد، مش خايفه من اي شيء بجد. ان شاء الله. لحظه صعبه في حياتك انا كنت جنبك فيها؟ انت كل اللحظات كنت جنبي فيها. ايه اكتر لحظه؟ من- يعني كانت فترة وفاة ابويا. كان كانت دي اصعب لحظة، والحمد لله انت كنت معايا فيها. الحمد لله. آه، ساعتها ما كنتش مستحمل كلمة من حد، ما كنتش عايز اسمع اي حاجة، كنت مصدق. آه، كان صاحبي، فحتة ان هو خلاص انا بدفنه، فدي كانت صعبة، يعني كانت صعبة وانت كنت معايا فيها. برغم ان كان في مشاكل كانت تمنع ان احنا نكون سوا الفترة دي، بس انت ما فكرتيش في اي حاجة غير انك تكوني موجودة، تكوني جنبي. وانت ما قصرتيش ساعتها ولا فكرتي في اي حاجة غير انك تبقي معايا. بس دي اكتر لحظة صعبة كنت معايا فيها. الحمد لله ان احنا عدينا الحمد كل لله. ده، الحمد لله. امتى حسيتي انه انا؟ انا دايما ببقى خايفه يعني من حاجات كتير ومشاكل كتير انا واجهتها، اما بتبقى موجود دايما انا ببقى مش عايزاك ان انت تمشي، وبخاف قوي ان كل حد يعني بتعلق بيه ان هو يسيبني. فيمكن اكتر حاجه مطمناني ان انت دايما موجود في كل وقت وفي كل مكان. اوقات كتير قوي كنت موجود ويعني ما كانش ينفع ان انت تبقى موجود فيها، وكنت موجود فيها غصب عني وغصب عن الكل. وفي اوقات كتير صعبه قوي كنت موجود معايا، فدي حاجه كانت كويسه جدا ليا. واكدت لي ان هو ده انت، يعني ان انت مش هتسيبني وتمشي خالص. اكيد. اول مره شفتني فيها حسيت بايه ناحيتي؟ اول مره شفتك كنت وسط اصحابك. كنت كانت ضحكتك حلوه، كنت بتضحكي. دي اكتر حاجه شدتني ليكي. حتى ساعتها فضلت اقول لك ان دي اكتر صور بتعجبني ليكي، صورك كنت بتضحكي اصلا. حسيت ان انتي فرفوشه. حسيت انه لازم اعرفك يعني لازم اعرفك. لازم نكون صحاب، وصحاب قريبين قوي. بعد كده بقى نشوف نقرر. فيمكن دي اول مره حسيت ان ديت يعني ان هو انتي. ويمكن احسن ذكرى ما بيننا انا فاكرها. كنت كنا رايحين لمامتك المستشفى، وكنا هنركب المترو. ف بعد ما ركبنا المترو ونزلنا مشينا، خدنا الخط كله غلط، قعدنا نرغي كتير قوي لحد ما اكتشفنا ان احنا راكبين كل ده غلط. بعد كده نزلنا نجري، قعدنا نجري المترو كله عشان مامتي كانت مستنيانا. دي لسه فاكرها، دي من بدري قوي، ودي معلمة معايا لسه فاكرها. طبعا في ذكريات كتير قوي، بس دي لسه فاكرها، ودي بقى لها مدة كبيرة. بس حاجة عايزة تقوليها لي بس ما جاتش الفرصة المناسبة؟ ان انت اكبر داعم ليا، ودايما بتوجهني لكل حاجه صح، حتى لو ما عملتش بكلامك، بس بيجي وقت بيفهمني ان انت لا، قد ايه كنت في الحته دي صح، وان انت فعلا شايف نظرتك اقوى مني في الحته دي، وانت بتعمل كده خوفا عليا، وان انا ببقى مطمنه قوي وانا معاك يعني بجد. الحمد لله. اوصف لي اول ديت من وجهة نظرك. لما خدنا ملاية ورحنا
الحديقة اللي هي في مدينة نصر دي، وجبنا أكل وقعدنا نشتري كل حاجة قابلناها. اشترينا فاكهة واشترينا تسالي، اشترينا حاجات كتير أوي، يعني واشترينا وجبة ساعتها من براند يعني، ورحنا قعدنا هناك. طنهم اه كلهم. قعدنا رصيناهم كلهم، قعدنا نتصور الأول، وبعد كده قضينا مع بعض اليوم كله هناك. ده كان أحلى ديت وأول ديت أفتكره لينا يعني. صح، شاطر. حاجة وعدتك بيها ونفذتها. يوم ما قرأت فتحتي قلت لك الظروف مش مناسبة، بس انت برضو صممت ان أنهي انت. قراية فاتحة فيهم؟ تاني مرة. الأولانية ولا التانية؟ تاني مرة. مم. فدي استغربت قوي ان انت كنت مصمم عليها، وفعلا يعني كملت على خير الحمد لله يعني. الحمد مش لله. مصدقة. وبين بس الكتب كتاب والفرح. يا رب. يا رب. لو في حاجة هتغيرها في علاقتنا هتبقى ايه؟ هي كل حاجة في علاقتنا حلوة، بس ممكن أغير فترة الجيش أشيلها كلها، عشان كانت سبب في إن إحنا نبعد عن بعض وساعتها كنا بنعمل مشاكل كتير أوي بسبب إن أنا كنت في فترة يعني رخمة. فدي أنا عايزة أشيلها خالص من حياتي، من حياتنا عموما. أشيل السنة دي كلها بكل اللي حصل فيها، برغم إن هي قربتنا من بعض وحسستني إن أنا ماليش في الدنيا غيرك. بس هي كانت سنة صعبة وكانت وحشة أوي. الحمد لله إنها خلصت وإن إحنا سوا لحد دلوقتي، وعدينا بكل ده وإحنا سوا. الحمد لله. الحمد لله. إزاي ممكن ندعم بعض في الكارير بتاعنا؟ ان احنا دايما نتكلم، يعني تشوف ايه المشاكل اللي بتواجهك وايه المشاكل اللي بتواجهني، ونتكلم ونحلها، حتى لو انت مالكش علاقة بالكارير بتاعي وانا العكس. بس نتكلم بس فيها، دي مجرد بحس ان هي بتتحل. اما انت مثلا بتيجي تكلمني عن مجالك، انا مش ببقى فاهمه فيه اي حاجه خالص. بس انا مثلا بقول لك يعني ايه الانسب لك، فانت بتقول مثلا حاسس كذا، فانا قلت لك خلاص مثلا اعمل كذا. فدي حاسه ان دي دعم اصلا، ان احنا بنتكلم مع بعض في حاجه زي كده، حاجه نفسك نعملها مع بعض وعمرنا ما عملناها. إن إحنا نسافر. نفسي أوي نسافر سوا. نفسي أوي. آه نفسي أوي نركب خيل. أوي. يعني حاسس إن دي هتبقى تجربة لذيذة أوي. وهننبسط بيها. دي من أكتر الحاجات اللي نفسي نعملها سوا، طبعا إن إحنا نعملها سوا. نسافر وإن إحنا نركب خيل سوا. اكيد رجلي مش هتتكسر المره دي. إن شاء الله. احكي لي عن كواليس اليوم اللي جيت اتقدمت لك فيه. كان يوم يعني ما يتنسيش بجد، كل تفصيله فيه. قد ما كنت خايفه متوتره وكل ده، بس انا كنت مرتبه لكل حاجه قبليها. بس في نفس الوقت اللي هو ايه، لا لا، في كريم جاي. مش مصدقه. ان شاء الله تتم على خير. ما كنتش مصدقه. كان كل حاجه بجد حلوه قوي. كان كل حاجه فيه تحفه. الفستان. كان كل حاجه انا كنت مرتبه لها من مده كبيره من الزمن، بس ما كنتش بقول لك على حاجه من الحاجات دي. بس كان باين عليا. كنت متضايقه قوي ان ماما مش موجوده، بس هي اكيد كانت معانا يعني. كنت فرحانه قوي، كان شكلك حلو، كان شكلك تحفه. وقد ايه بجد ان انت عملت كل كلمه قلتها لي. فدي حاجه كانت مميزه بالنسبه لي قوي. الحمد لله. الحمد لله. احساسك كان ايه اول مره قلت لك بحبك؟ قول احساسك، ما تكدبش، قول ما تكدبش. احساسي ساعتها. قول. عايز اقول لك اليوم دوت النت فصل. احنا بنتكلم واتساب. انا فاكره. النت فصل، وداخل ابص على الراوتر، لقيت الراوتر بيعمل ماس، والدنيا خربت. الشقه كانت بتولع. كل ده عشان انت بحبك، وانا عايز اشوف المسج عشان ارد عليكي. قلبت الدنيا ومش عارف ارد عليكي. كنا ساعتها يعني لسه اول مره او يعني من اول فتره ما بيننا، وانت ما كنتش قلتيها خالص. كنت مستغربك، وكنت بفضل الح عشان تقوليها. بلح بطرق او بتانية يعني، بس بلح انك تقوليها. واول ما طلعت منك لقيت الدنيا بتولع، ومش عارف ارد عليك. بس اثريه. كنت مبسوط قوي، كنت حاسس ان انا عملت انجاز. رأيك ايه في الكيمياء والتوافق اللي ما بيننا؟ هل بيزيد مع الوقت وبنفهم بعض احسن؟ بص، هو احلى حاجه في خناقاتنا ان هي بتحل مشكله بجد امم. والله. على قد ما احنا بنتخانق كتير قوي، بس بتحل مشكله. يعني قد ايه احنا بنفضل نقول ان احنا مش هنكمل وهنسيب بعض ومش عارفه ايه وكده، بس في مشكله وقتها بتتحل. انت لو ما خدتش بالك ان انا مثلا الحاجه دي بتضايق كريم، خلاص انا مش هعملها.
بس انت خلاص مش هتعمل حاجه بنعرف بتضايق حاجات كريم. جديدة. بالظبط. مثلا كريم متضايق من الموقف ده، من النقطه دي، خلاص بس انت عمرها ما هتيجي جنبها يعني، اكيد. فدي اكتر حاجه يعني بتفرحني، على قد ما المشكله بتبقى كبيره وخناقاتنا بتبقى كتير، بس بتحل المشكله بيها. فدي اكتر حاجه. وكمان بنعرف يعني اللي هو نحل المشكله بطريقه لذيذه، اللي هو ايه، خلاص مش هنعملها تاني، خلاص نهائي. بس ايه اكتر حاجه بتهدد استقرار علاقتنا؟ اختك. برغم ان انا بعزها، بس هي طول الوقت بتدافع لك قوي. دي حاجه كويسه. اه حاجة كويسة، بس بتهدد استقرار حركتنا شوية. بس على المستوى الشخصي انا بعزها وبعز اخواتي كلهم، بس هي كانت اكتر حد بيدعمنا في كل حاجة، وكانت واقفة جنبنا في كل حاجة. خاف علينا. اه دي حاجه وبتخاف علينا كويسه. فعلا. ايوه. ربنا يخليكم لبعض. يا رب. يا رب. ايه الحاجة اللي لو عملتها هنبقى اقرب لبعض؟ ما فيش حاجه ما عملتهاش بجد عشان نبقى مش اقرب لبعض. كل حاجه عملتها عشان نوصل اصلا للمرحله دي. فكره ان انا اطمن لحد من غير ما يعمل حاجه، دي حاجه صعبه. انت عملت كل حاجه، وانا كنت عارفه ومتاكده من جوايا ان هو انت هتعمل كل حاجه عشاني. عملت كل حاجه بجد، مفيش حاجه ما عملتهاش. لسه ان شاء الله هنعمل حاجات كتير اوي. ازاي ممكن نبقى اقرب لبعض؟ بن- مش عارف، بس احنا قريبين من بعض وحلوين سوا، فأتمنى إن احنا نفضل كده طول العمر ونقرب أكتر وأكتر. بس أظن يعني لما نتجوز ونفتح بيت سوا و... ونكمل شقتنا، مع الوقت ده كله هنقرب لبعض أكتر، ونبدأ بقى في تجهيزات الفرح، ونبدأ في تجهيزات كتب كتاب والحاجات دي كلها. فمتأكد إن لحد ما نوصل ندخل بيتنا إن شاء الله هنبقى قريبين لبعض أوي إن شاء الله. يا رب. يا رب. ايه هو الجواز بالنسبة ليكي؟ ان انا هبقى مرتاحه، مرتاحه ومطمنه. يعني دي اكتر حاجتين يعني همر بيهم معاك. خلاص حتى لو هنتخانق هنبقى اهدى، هتعرف تحتويني. دي اكتر حاجه مناسبه ليا يعني. وانت دايما الحمد لله بتعرف تعمل كده. بس اما نتجوز هنقرب من بعض اكتر، فهنعرف نعمل ده طول الوقت، مش في التليفون اللي هو مش في خناق، فاهم؟ هنعرف نبقى وش لوش، يعني عكس مثلا الشات وكده. هل احنا منفتحين مع بعض، نعرف نعبر لبعض عن كل حاجة عايزين نعبر عنها، ولا في حواجز بينا؟ لا طبعا مفيش اي حواجز، بس في مشكلة ان احنا لما بنعبر لبعض قوي بنتخانق. ما بنقعد كل واحد يطلع كل اللي عنده بنتخانق، ما بتخلصش كده، لازم نمسك في بعض بعديها. ايوه عشان هنتخانق يعني تلقائيين. هنتخانق. بقى ايوه تلقائية. ايوه. ايوه. فبنقعد نتكلم براحتنا كتير قوي، ونقعد نقول كل حاجة، كل حاجة جوانا. انا ما افتكرش ان انا في مره كنت بحاول ان انا مثلا اداري في الكلام، لا بالعكس، ده انا بحاول ازود اصلا عشان نمسك في بعض اكتر ونتخانق اكتر. وانت كمان بنقعد، ممكن نقعد 4 ساعات مثلا في حاجه قد كده، بس نقعد 4 ساعات نقعد نحرق فيها ونرغي بس فيها بس ونتكلم فيها. احسن حاجة ان احنا بعد كده بنحلها. بنحلها، بنطلع بنتيجه كويسه. يعني بنطلع بحاجات دي احنا ما احلى كناش حاجة. عارفينها عن بعض، بحاجات ما كناش فاهمين انها بتضايقنا، بحاجات احنا شبه بعض فيها. فيعني بنعرف نعبر لبعض عن كل حاجة الحمد الحمد لله. لله. الخناقة الحمد لله. مين قال بحبك الأول؟ هو. ايوه انت اللي قلتها. انا ايوه انا كنت عمري ما هقولها اصلا. ما انا عارف كده كده انت عمرك ما ايوه. هتقوليها. ايوه عشان انت انت. لما قلتها الدنيا ايوه. ولعت. الولد لازم هو اللي ياخد الخطوة دي. طبعا. مين اجتماعي أكتر؟ ايوه انا اجتماعية اكتر يعني. دي لو قابلت قطة هتقعد ترغي معاها 3 ساعات عادي. لا والله، لا لا مش كده خالص، بس يعني بحب معرفة الناس بس مش اه قوي يعني. مش مؤخرا قوي بقيت مش قوي اقلق. كل اللي حواليا. مين بيعبر أكتر عن مشاعره؟ بيعبر عن احنا الاتنين. احنا الاتنين. لا احنا الاتنين. يعني انا اه ساعات فعلا. احنا الاتنين. احنا لا انت اتنين. بتعرف تعبر اكتر ليا انا. ايوه. معايا انا بالذات، مش قدام كل الناس. بنتكلم كتير كده اه كده، وبنتكلم كتير. فبنعرف. بالظبط.
انا بعرف اعبر في اي وقت، ما بسأل في اي انا مكان وفي اي وقت وعلى اي بلاتفورم. مين متحمس اكتر للجواز؟ احنا الاثنين. احنا الاتنين. ايوه لا، احنا الاثنين. احنا احنا الاثنين. الاتنين يعني احنا الاتنين. مرحلة جديدة وخطوة جديدة وحاجة هنمر بيها سوا، فدي حاجة تحفة. يا رب بقى يا رب. مين ذو احلى في عفش الشقة؟ ما ينفعش اقول انا. ما ينفعش، هي طبعا. هي ذوقها حلو انا قوي. مختارة كل لا، هي كده حاجة. كده ذوقها حلو. احنا مش من محتاجين بنترست مش خلاص. محتاج مش مش محتاجين محتاجين. مهندس ديكور عندنا، بس انت خلاص. هي هتظبط كل حاجة في الشقة. شكرا. مين بيحب الشات اكتر؟ هو زمان كنت انا ما بعرفش اتكلم قدامك. بس دلوقتي احنا دلوقتي بنحب نتقابل اكتر ما عشان ينفعش نو. لا. مفيش نو. زمان كنت انا. زمان كانت اه ممكن اما زمان كانت هي. دلوقتي احنا بنحب نتقابل دايما عشان اه بنتخانق لو اتكلمنا في شيء. لو اتكلمنا تليفون ساعة نمسك خلاص في بعض، لازم الدنيا نتقابل. هتولع. بالظبط. مين بيخاف على التاني اكتر؟ بخاف عليها موت طبعا. خصوصا ان هي بتتوه في شبر ميه، فلا بخاف عليها يعني، بخاف عليها قوي. و... وهي كمان عندها حته لاسعه شويه، فممكن تعمل كارثه. كانت لسه عاملاها من قريب. راحت مشوار وعملت. بتوه. مش عارفة. وواحد كانت راكبه عربيه معينه يعني، والراجل مشي في طريق تاني. هي قالت له نزلني، فبعد ما نزلها عملت مشكلة ونزلها. فبدل ما تنزل وتتصرف قالت له لا خلاص طالما مفيش غيرك. وديني نفس المكان. هتكمل معايا يعني، هتكمل معايا. اللي هو هتخطفني يعني، هتخطفني، مش هسيبك النهارده. مين الكارير بالنسبة له اهم؟ الكارير كريم. وانا بس هو يعني كريم اكتر عشان هو بيحب مجاله قوي، وهو بروفيشنال فيه بطريقه جباره بجد، ما شاء الله عليه يعني. وفي وقت دي حقيقة. صغير قوي يعني، هو اصلا لسه مخلص الجيش، فما شاء الله وصل لليفل. الحمد ما شاء لله. الله. الحمد لله. مين بيعبر عن حبه اكتر؟ انا ماشي بوسي. هي بتعبر عن حبها بطرق كتير يعني. هي بتحب الفليرتات والحاجات ديت. فبتفضل بقى تهريني فليرتات في كل حته في السوشيال ميديا، فهي بتحب تعبر عن حبها اكتر يعني، اكتر مني. مين ذاكرته اقوى؟ لا، انا ما عنديش ذاكره اصلا. ايه ده كده ذاكرت اقوى كده. انا يعني فاكره هي كل بتفتكر، فتفوته. دي بتفتكر من 20 سنه. كريم ذاكرت ما شاء السمكه. الله. انا ما بفتكرش امبارح اصلا. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ولو حابين تلعبوا اللعبة مع الناس القريبين ليكم تقدروا تطلبوها دلوقتي من رسائل الانستجرام او الفيسبوك او التيك توك وتوصل لكم لحد البيت. ما تنسوش تحكوا لنا في الكومنتات عن 2 علاقتهم حقيقية ويونيك وعايزينهم يطلعوا معانا في البرنامج. نشوفكم الحلقة الجاية ورابط جديد. شكرا.